عربي من الأردن قلب موازين العالم واكتسح أكبر العقول في اليابان وكوريا ووصلنا لنوبل باختراع هيغير الكوكب. اخترع مادة غيرت شكل الكيمياء وفتحت أبواب جديدة لتخزين الطاقة وتنقية الهواء وجمع المية من الهواء نفسه. النهاردة اسمه اتحفر في التاريخ بجائزة نوبل. يا ترى مين هو وعمل إيه؟ تعالوا نعرف الحكاية. في وسط زحمة العالم وفي زمن مليان تنافس علمي وتقني ظهر اسم عربي كتب حروفه من نور، عمر ياغي، الكيميائي العربي اللي قدر يوصل للقمة ويثبت إن العربي مش بس قادر ينافس، لا ده كمان يقدر يكتسح ويتفوق على أكبر العقول في كوريا واليابان واستراليا ويحصل على أرفع جائزة علمية في العالم، جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2025. من قرية بسيطة في عمان لعالم تاني، كبار الباحثين في أوروبا وأمريكا. مشوار عمر ياغي ما كانش سهل ولا مباشر، لكنه كان مليان تعب وصبر وحرمان وطموح. ما وقفش عند حد انه ولد صغير لأب بيشتغل بتاع لحمة وسط أسرة كبيرة. حلم الأب انه يشوف ابنه في أمريكا، وفعلا سافر عمر لوحده هناك. لسانه ما يعرفش كلمة إنجليزية وفلوسه على قد الأكل بس، لكنه قرر يتحدى كل حاجة ويتعلم من الصفر. كان بينظف الأرضيات ويشتغل في تعبئة البقالة عشان يعيش ويتعلم في نفس الوقت. ابتدى من كلية بسيطة اسمها هيدسون فالي، وبعدها دخل جامعة نيويورك وتخرج منها بامتياز. بعدين حصل على الدكتوراه من جامعة إلينوي وبحث بعدها في جامعة هارفارد، وبدأ رحلته الأكاديمية في أمريكا من جامعة ولاية أريزونا وبعدها ميشيغان. بعدين وصل لأرقى جامعات العالم بيركلي في كاليفورنيا، وهناك بقى بيقود مختبرات ضخمة وبيدير أبحاث بيشتغل فيها علماء من اليابان وكوريا وألمانيا وفرنسا وغيرهم. اللي عمله عمر ياغي مش مجرد ورقة بحثية أو تجربة معملية، ده اخترع حاجة اسمها القطرة المعدنية العضوية، وهي ببساطة هياكل جزيئية فيها فراغات دقيقة تقدر تحبس الغازات السامة وتجمع المية من الهواء وتحافظ على البيئة. الأهم إنه قدر يتفوق على أكبر العقول في اليابان زي سوسومو كيتاغاوا، وفي استراليا زي ريتشارد روبنسون، علماء كبار بيشتغلوا في مؤسسات قوية ومعاهم دعم لا محدود. لكنه كان العربي الوحيد في القائمة، ورغم كده اقتسم الجايزة معاهم، وده اعتراف دولي بأن اللي عمله مش بس سبق علمي لكن كمان حل عبقري لمشاكل الكوكب. ما اكتفاش بالبحث والتجريب، لا ده كمان أسس معهد بريكلي العالمي للعلوم علشان يساعد شباب الباحثين في العالم العربي وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا يبقى عندهم فرصة يوصلوا للعالمية زي ما هو وصل. المعهد فتح فروع في الأردن وفي السعودية وفي اليابان وكوريا وغيرهم، وعلم فيه آلاف الطلبة وخلى المختبرات مفتوحة قدام أي عقل عنده فكرة حقيقية. في 2022 بقى مدير لمعهد بيستخدم الذكاء الاصطناعي علشان يتطور مواد جديدة تحمي كوكب الأرض من آثار التغير المناخي، واللي بيشتغل فيه باحثين من كل أنحاء العالم تحت قيادته. أما عن الجوائز فحدث ولا حرج، من جائزة الملك فيصل إلى جائزة إيني إلى عضوية الأكاديميات العالمية، لحد ما توجه بجائزة نوبل واللي استلم خبرها وهو في بروكسل وسط الزحمة وتليفونه ما بطلش رن من ساعتها. عمر ياغي ما كانش بيحلم يكون مشهور ولا غني، هو كان بيحب المعمل وكان شايف الكيمياء ملاذ آمن، وكان بيشتغل على 3 مشاريع في نفس الوقت أيام الجامعة بس علشان يتعلم أكتر ويعرف أسرار المادة والطبيعة. ولما وصل أخيرا للعالمية ما نسيش جذوره ولا نسي إنه عربي وإنه لازم يمثل بلده وأمته بأفضل صورة. النهاردة عمر ياغي مش بس عالم كبير، هو رمز وفخر لكل عربي بيحلم يثبت نفسه ويدخل التاريخ مش بالكلام لكن بالعلم والعمل والإبداع.